مي على التليفون. الو. وعليكم السلام ورحمة الله يا انت فندم، بتتكلم واحدة عاملين ايه؟ الستانية كده لا ممكن لا امشي. ما عيب. الست استنى. الستانية ده كده كلمها زي ما لا اخواتنا وعلى راسنا بس تشم الستان. ثواني. انت يا ولاد لا ثواني لا، لا اسمع. لا ينفع؟ هفصل ينفع؟ الحلقة. ينفع؟ بجد ما تبقاش ثواني معاك ثواني انت. في خناقه بقى لها كام سنه دايره ما بين التلفزيون والانترنت من ساعه ما كل الناس اتجهت ان هي تقدم محتوى على الانترنت وان هي تاخد مصدر المتعه بتاعها من السوشيال ميديا. الانفلونسر دلوقتي بقى بيتعامل زيه زي الممثل، هو كل اللي عليه ان هو يعمل اغبى حاجه ممكن بني ادم يعملها وخلاص هيتشير، هيطلع ترند، هيبدا بقى يتعامل مع الناس ان هو شخص ليه اهميه في المجتمع، وان هو راجل بيروح حفلات وبياخد جوائز، بيروح مهرجانات، وبيتعمل معاه لقاءات تلفزيونيه. موضوع فيديو النهارده بقى عن اللقاءات التلفزيونيه بتاعت الانفلونسرز اللي اتشهروا بالصدفه وطلعوا ترند، وهي فتره بس وهتعدي. وانا زي ما قلت لك دلوقتي ان الانترنت خلاص كسب التلفزيون، والتلفزيون مات، ما بقاش في حد يتفرج على التلفزيون. يعني انا اتحداك مثلا ان انت وانت قاعد اهو اخر مره فتحت فيها التلفزيون انا متاكد ان هي في رمضان، بس عشان معكش فلوس تشتري في شاهد. فالحل الوحيد عند المنتجين والمذيعين والممثلين عشان يرجعوا للصوره تاني ان هم يجيبوا الناس المشهوره على السوشيال ميديا يعملوا معاهم سواء مسلسلات او لقاءات تلفزيونيه. هم بس هيجيبوا واحد اتشهر ان هو راجل قدوه والناس بتحبه وكده، وهيجيبوه يحطوه في المسلسل لمده 5 ثواني عشان المسلسل بس يتشاف، او انهم يجيبوهم ويستضيفوهم في برامج تلفزيون علشان يطلعوا منهم شويه فيوز، على الاقل تكون موجوده على اليوتيوب. حتى بقى عندهم طرق كتير ان هم يطلعوا الفيوز دي، ان هم يكتبوا عناوين حاجات مش موجوده في اللقاء خالص. يقول لك مثلا اغنى يوتيوبرز في مصر بيقبضوا كام، او اغنى يوتيوبر موجود في مصر وتلاقيه جايب عمر كاتو. او ان هم يعملوا حاجه اسوأ، وهي ان هم يجيبوا الضيف ده اللي هو الشخص اللي طلع ترند ويقعدوا يستفزوه عشان يطلعوا منه كلام وحش ودي دايما بتنجح معاهم، لان هم جايبين واحد هو اتشهر بس لمجرد ان هو ألدغ او اهبل او فيديو مثلا، انت فاهمني. وخلونا نتفرج على اللقاءات دي مع بعض. انا مش بعمل رياكت، اعوذ بالله مش للدرجه دي الصراحه، بس انا عايز اتفرج معاكم على انا بعمل رياكت. ونبدا باول برنامج معانا، هو برنامج الوسط الفني مع استاذ احمد عبد العزيز. الوسط الفني مع احمد عبد العزيز، فقره ساخنه مع البلوجر كروان مشاكل بعد أزمة مسلسل بطن الحوت. اهو يعني بص، هو هنا الحالتين موجودين، حالة ان في مسلسل واقع وفي برنامج واقع، فدمجوا بقى المفروض تكون مكسرة الدنيا فيوز الى حد ما. بعدين الدربال اللي هو لابسها دي عارفين البدل اللي ميسي بيلبسها في البالون دور، يعني هو رايح ياخد البالون دور على طول. مواضيع كتيرة جدا موجودة على السوشيال ميديا والترندات. احنا في وقت مهم جدا. ايوه احنا في وقت مهم جدا، ولكن لما تلاقي اعلى ترند من اللي حاصل ده كله شخصية، الشخصية دي انا لا اتنمر على حد، شايف ان كل بني ادم شايف ان جواه حلم وطموح انه يبقى حاجة يحاول فيها، ولكن يعني هو ده بس لو تبقى ابيض شوية. ان اغلط غلطة الواعي اللي يلحق الغلطة. ناس شايفة ان هم بيضحكوا عليه، انا ارفض الحته دي خالص. مهما انا عاجبني في الحلقه ان هو بيبدا البرنامج بتاعه زي ما انا ببدا فيديوهاتي بالظبط، ازمه مش عارف ايه وبتاع. معاك هعمل ايه طيب؟ انا كده ما حدش بيعرف يديني اوامر. انت لا، لقيتك أنا بتقول لي بقدرش. ايه؟ لا، انا مش طالع غير مميحه. طبيعه علاقتك لا بميحه ايه؟ عشان مدير اعمالي. ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي الأعمال. الفن مثلا بينشر حاجه على الفيس. يا جدعان واخدين بالكم ان البرنامج بتاع الحدث اليوم ده سبونسرد باي بن اليمني؟ نفسي استاذ ابو طارق لو شاف اليوتيوب شانل بتاعتي يبقى سبونسر ليا، يعني انا بحب اكل من هنا فشخ. كل اللي عاوزه ان انا مثلا اكل ببلاش مش اكتر، يعني مش هكون عاوز اكتر من كده، وافيدك اكتر من قناه الحدث اليوم يعني. بيظبط لي لو رايح حفله كده حضرتك. تصدق ان انا فكرت في موضوع مدير اعمال دوت مده، ايوه بس لقيتها هتبقى شركه ما يهمش الاعمال اللي ما بتتمش، لان انت تقدر تعمل حاجات الفيس دي لوحدك بره. يعني مدير اعمال هو يعني بره مثلا ماسك لي الواتساب. الايه؟ انا ماسك لي الواتساب. انا مش، بصوا انا عشان نبقى متفقين، انا مش جاي اتريق على كروان مشاكل ولا جاي اتريق على التيك توكرز عشان تفشختوا لي الفيديو اللي فات، بس يعني انا جاي النهارده اصل دول كروان مشاكل از يوجوال، مفيش حاجه منطقيه هيقولها في كلامه خالص. ايه؟ كلبس مثلا. بتقول له يلبس ايه؟ طريقه هو مثلا متغير المده اللي فاتت في
الدنيا مختلفه. أيوة. انت نوعيه اللبس اختلفت، كان نعم. بيبقى عندك حاجات ما شرايط كده. كنتش بكيب من سارة، دلوقتي خدت بنكيب من سارة. مش هعلق يعني، مش هقول ان هو بيقول زارة سارة بس هو الموضوع مضحك يعني، دمك خفيف يا استاذ كروان والله يعني، على راسي وعلى عيني. بجد والله؟ والله. برافو، اي حاجه ايجابيه انا معاك فيها. ربنا يعني انت يخليك. الفورمه دي بتاعت جيم. شم الحمد لله. اتفضل يا باشا، احلى فورمه وشياكه. بس هو فورمه الجيم دي نجيب من الاخر ولا من الاول؟ لا كيب براحتك. كانت هي السبب فورمه الجيم دي لمشكله كبيره. مشكلة ايه بقى معلش؟ المطبخ. ايه ده شريط؟ هو في حاجه منطقيه اتقالت في اخر 3 ثواني دي، انا بحاول اترجمها عشان افهم يعني. يعني هو بيقول له مشكله الجيم هي سبب مشكله المطبخ، والتاني ده بيشرب من الكوبايه وشرق من غير ما يحط نقطه حاجه من اللي هو بيشربها دي، هي بيكون فيها ميه عامه. مشكله كبيره. مشكلة ايه بقى معلش؟ المطبخ. مش حاجه منطقيه اتقالت حرفيا. ايه ده شريط؟ اليانسون بارد اصلا حضرتك. انتوا جايبينه شيشه كده ولا ما هي ايه؟ الفورمه دي. لا نجيب لك حتى ينسون سخن، لكن انك تظهر بيه بالشكل ده بعدها فاجئتنا بايه؟ لا بص حضرتك، ان انتوا متجوزين، معلش. بعدها قلت مش متجوزين، بص أنا- بعدها قلت متجوزين. قول لي بقى يعني دلوقتي مين اللي معلق اسمه؟ انا ويعني مش انا لوحدي، انا وكذا حد بروكر معايا. هو خد كذا حد بروكر معاه؟ ايه علاقه كروان مشاكل بالبورصه؟ فاهم، مش هنقطع اتكلم على حد. امال ليه بتبقى انت صريح جدا على لا التيك انا توك ما كده؟ اتكلمش على حد عامه، مش انت هشيل انا حد عرفته على منين؟ حسابي. هو انا عرفته منين؟ عرفته عن هو حصل مشكلة ما بينهم. حضرتك بص، احنا كده نتكلم في الحلقه. فعجبني ان كروان مشاكل هو اللي بيدير الحوار يعني، حتى مهما كان الراجل ده دارس اعلام او مش دارس، بس هو كروان مش مديله فرصه ان هو يتكلم. معانا مي على التليفون. الو. وعليكم السلام ورحمة الله يا انت فندم، بتتكلم واحده عاملين ايه؟ ستانيه كده ممكن. معلش يا كرار، انت مش ابيض البشره يعني عشان تبقى عنصري. وبعدين هو عارف منين ان هي سودانيه؟ الست قالت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عارف منين ان هي سودانيه؟ انت جبت سيرتها ولا لا دلوقتي؟ مش من حق بقى، ما ينفعش على تقول الهوا كده. حضرتك. طب اقعدوا بعد كلمها، شوف إذنك. هي هتقول ايه، بعد رد إذنك. عليها. بعد اذنك ممكن تتكلم معايا؟ ايوه ماشي. طيب. بس يا جدعان لغايه دلوقتي انا اعتقد ان التلفزيون المصري فيه لسه ترفيه يعني، احنا اعتقد ان احنا فايتنا كتير فشخ بصراحه اللي بيحصل ده. بص يا جدعان، انا عشان ابتدي استمتع بالحلقه والبرنامج ده، فانا مش هتريق عليه، انا هتفرج عليه لوحدي بعد اذنكم. فنخش على الفيديو اللي بعده، الوسط الفني مع احمد عبد العزيز، لقاء شقيق كروان مشاكل وزوجته واسرار خناقته مع شقيق. يعني انا خلاص بقيت مهتم بحياه كروان مشاكل لدرجه ان انا عايز اعرف اخوه اتخانق مع ليه، واعرف مرات اخوه يعني وبعدين ايه الدريبات الموت اللي الراجل ده بيلبسها. في بقى نوعيه برضو فيديوهات بتنزلها قنوات الاعلام اللي هي قناه صدى البلد، صدى الحديد، الحاجات اللي هي الجرايد اللي عاملين سوشيال ميديا وبتاع، وبينزلوا اخبار عن مشاهير او عن فنانين وبتاع. فهم حاليا بقوا ينزلوا حاجات كتيره بقى عن التيك توكرز. ساب الشرطه وبقى دنجوان التيك توك. انا بصراحه الناس اللي بتسيب الشرطه بتبقى دنجوان التيك توك. حكايه البلوجر شاكر محظور بقى بيكسب ملايين، كل البنات بتجري وراه. هو يعني حته البنات بتجري وراه دي انا متفهمها بصراحه، بس ان هو ساب الشرطه عشان يبقى دنجوان، مش عايز اقول لكم قد ايه الواد ده يعني له جوبر مشهور فشخ، وحاجه يعني في منتهى السكسنس. دنجوان التيك توك وكل البنات بتجري وراه وعاوزه تتجوزه. حكايه شاكر محظور دلوقتي بقى بيكسب ملايين وكل البنات بتجري وراه، ليه ساب الشرطه؟ مش عارف ليه هما بيتكلموا بالاسلوب ده. حكاية شاكر محظور دلوقتي ازاي اتشهر وليه دايما بيطلع مع بنات، وايه الصدفة اللي غيرت حياته كلها وبقى بيلعب بالفلوس لعب. ده يا جدعان عندنا هنا في قصر القبه. الواضح ان هي حدائق القبه اللي بتطلع انا بريء من الكلام ده يا جدعان، انا ماليش دعوه تمام. مش معنى ان في كروان مشاكل وشاكر وفي يعني ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. حدائق القبه بلد الرجاله معروفه عنها طول الوقت. انا بريء براءة الذئب، انا ما عملتش اي حاجه. دخل الهندسة وقعد كام سنة ما عجبوش الحال، راح قدم في كلية الشرطة وعاش شوية انضباط لحد ما فجأة حصلت حاجة مش متوقعة. ايه بقى الحاجه اللي مش متوقعه؟ بقى دنجوان التيك توك ولا ايه؟ عايز اعرف اليوتيوبرز اللي بيعملوا فيديو رياكت بيستحملوا يتفرجوا على الحاجات دي ازاي؟ انا بجد مش عارف. اعترافات بالجمله من التيك توكر مداهم عن ارباح التيك توك، ورحت انا مداهم بقى، فضحت بقى الناس اللي على السوشيال ميديا بقى. اسيبك شويه مع ريهام سعيد تقول لهم على ارباح التيك توك. يا نهار اخضر، صدمتها يا اخي صدمه قويه من ريهام سعيد. أصعب جولة طلعتها على التيك توك أو حسيت إن أنت بتخسر خسارة فاحشة، يعني بتاعت في عبد. والله هي دي الاسئله بقى، دي الاسئله اللي انا يعني، دي الحاجات اللي انا مهتم اعرفها بقى يعني. استاذ مداهم، جولات
حضرتك بتلعبها بقى صعبه بقى وبتجهز لها وبتتمرن وتنزل تجري الصبح والكلام ده، ولا بتخش الجوله وتخليها على الله؟ هم كسبوا اول جولة. طبعا فوفا هتكسب. لا على فكرة انا لا كنت بس يعني هو الحظ كان فرق بيننا 5000. والله بص انا تعبت شويه يعني والله بقالي 3 ايام مطبق بتمرن عشان اللايف ده، وهي جت في الاخر يعني برضو الموهبه تغلب الاجتهاد والله. وبرضه ام عمر كان عندها مستوى قوي. مين ام عمر؟ ام عمر دي واحده بتطلع معانا على التيك توك، ست زي العسل، واحده كبيره في السن كده، هي كانت بياعه خضار وفاكهه وست مجتهده جدا، طب وكانت دي عرفت بتفتح. التيك توك منين؟ يا جدعان اللي سالت السؤال ده هي صحفيه من قبل ما انا اتولد حرفيا، يعني هي موجوده في مجال الاعلام والكلام ده من زمان فشخ. فاول اول حاجه لما تعرف ان في واحده بتاعت خضار عارفين بقى، شافوا التلفزيون اللي بالوان، شافوا التلفزيونات الملونه، ما كنتش اتوقع منك كده يا استاذه ريم والله. بس هي دخلت حد فيها، دلها؟ اتعلمت وربنا كرمها، ودلوقتي ام عمر في حته تانية. هي اتعلمت الحمد لله وما شاء الله، الله اكبر عليها. هي يعني هي على طول دخلت التيك توك، عرفت هي كبس والكلام ده يعني ما شاء الله الله اكبر عليها، بقت حاجه في منتهى اللهلبون، حاجه لهلبون كده، تطلع اللايف اسدين 3 على طول جاهزين. خسرتها برضه؟ كنت بلعب انا وهي، اعوذ بالله من كلمه انا وهي وفي هو ليه قال اعوذ بالله انا وهي؟ كنت بلعب انا وهي، اعوذ بالله من كلمه انا وهي. مش فاهم ليه الصراحه، يعني لو هي يعني كلمه لها معنى في الدين، فانا اعوذ بالله من كلمه انا هعتمدها الفتره الجايه. ام عمر لعبت مع فيفي عبده ومع يا ريهام مالك، انت مالك بام عمر؟ هي مضايقاني يا بياعت خضار يعني، ولا انا مش فاهم؟ انا كسبت فيه في الاول بس ما حكمتش عليها، لان طبعا ما ينفعش احكم على فيفي عبده. هي ما انت ما تنفعش تحكم على فيفي عبده ليه؟ معاها حصانه ولا ايه؟ يا جدعان الناس رايها ايه في الكلام اللي هو ان ده الهبل ده؟ انت ما تعرفيش التيك توك، الله ينعلك. يا مصطفى يا هركليز، هو ماله متضايق ليه؟ ما تعرفيش التيك توك، الله ينعلك. كلهم عملاء شحاتين وغسيل. لا شك ماليش دعوه، انا سايبكم في البلاص بعد تتريقوا على الفيديو اللي فات وتقولوا لي انت نفسك تبقى زيه. انا مش نفسي ابقى زي شاكر، مين نفسه يكون كده يعني؟ انا مش فاهم. ما رضيتش اتكلم بقى في الموضوع ده، قعدت اهزر وخلاص يعني، خدت الموضوع بهزار. اهو واضح ان الناس كتير واخده بالها اهي، كلهم عملاء شحاتين وغسيل اموال، غسيل اموال، غسيل اموال يا اولاد زمن الهجايس، سايبين بتوع العلم والشعراء وجايبين الرعاع دول. دي البلد فعلا اتشد عليها سافون. هو التيك توك والهبل ده اصبح اعجاز. والله يا استاذ كوكو كريمه، والله يعني احنا في زمن ما يعلم بالله ربنا، زمن الهجايس، سايبين العلم والشعراء. انا مش عارف في لسه شعراء موجودين لغايه دلوقتي ولا لا، بس يعني سايبينهم نعمل لهم ايه؟ طب نطلعهم في التلفزيون مع ريهام سعيد تسالهم عن ارباح الشعر؟ والله العظيم انت جميله جدا جدا يا استاذه ريهام، سبحان الله ما شاء الله، ربي يسعدك ودنيا واخره، امين يا رب العالمين. استاذه ريهام دي اجمل واحده في الدنيا يا جدعان. اعتقد ان انا اروح اكمل حلقه كروان مشاكل مع احمد عبد العزيز، استاذ احمد عبد العزيز. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عارف ان انا عامل فيديو غريب شويه على القناه، ان انا داخل اترول مش هقولها رياكت، مش هقول كده، بس الواحد شويه يعني ايه الى حد ما مزنوق في الوقت، فمش عارف اكتب سكريبتات ومش عارف اعمل فيديوهات حتى بانتظام، مشاعري بتفلو خلاص. الحمد لله انا مبسوط يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، حتى هو فيديو خارج عن الحاجات اللي انا بعملها او اللي انا بقدمها وبس. اشوفكم الفيديو الجاي. اعمل لي فولو على الانستجرام يا اسطى، اعمل لي فولو على الانستجرام معلش، عشان نسيت اقول لك.